في الحلقة اللي فاتت أنا قعدت أنفخ فيك وأقول لك إحنا ما عندناش إثبات على وجود حاجة غير وجودك، وأنت دلوقتي مركز الكون بتاعك والكلام الكتير ده. أنا بقى جاي الحلقة دي عشان أعرفك حجمك الحقيقي، وكل واحد يرجع لمكانه الطبيعي. كل واحد إيه؟ يرجع لمكانه الطبيعي. انزل يا ابني بالإنترو. مبدئيا لو انت مهتم بمحتوى الحلقه دي فيفضل ترجع تشوف الحلقتين اللي فاتوا وبعدين تجيلي تاني، هتلاقيهم في الوصف بتاع الفيديو. وتاكد انك تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك بقيه الفيديوهات اللي في السلسله دي. طيب، في الحلقه اللي فاتت احنا اثبتنا وجود حاجه زي العدم، واثبتنا برضو حتميه وجودنا بناء على مقدمات ما بتقبلش المخالفه. وزي ما قلنا انت موجود ووجودك بقى حقيقه بالنسبه لنا بناء على كونك بتفكر. اصل الفكره دي جت منين يعني؟ وطالما انت بتفكر يبقى اكيد عندك جزء من الحكمه والمعرفه، لان التفكير عشان يتوجد بيستلزم حكمه تنتجه، او على الاقل اقل جزء من الحكمه، او ممكن يعني نقول الوعي. فالتفكير بيستلزم حكمه وبينتج معرفه، اي معرفه مهما كانت صغيره وحتى لو كانت غلط. يبقى انت كده عندك حكمه ومعرفه، وده معناه ان عندك اراده، لان وجود الوعي عندك بيخلي عندك رغبات معينه ايا كان. وكمان انت هتعمل اي حاجه ازاي اصلا من غير ما يكون عندك اراده لعمل الحاجه دي؟ يبقى انت كده عندك حكمه ومعرفه واراده، الحكمه اللي بتنتج معرفه بناء على اراده. بس كده لسه في نقطه ناقصه في المربع ده، واللي هي القدره. هتقول لي خلاص انا فهمتك، كده اللعبه بقت سهله. زي ما قلنا ان انا عندي اراده التفكير، فانا برضو كان عندي القدره ان انا افكر، فانا عندي قدره اهو. هقول لك حلو قوي، انت كده عندك حكمه واراده ومعرفه وقدره، والمربع اكتمل. مبروك. ناقصك ايه بقى عشان تبقى إله الكون ده كله؟ ليه أصلا ما يبقاش عقلك هو اللي مكون كل الحاجات دي؟ إجابة الأسئلة اللي فاتت دي كلها كانت في نقطة اسمها المحدودية. أنت كائن مفكر لكن تفكيرك محدود، ومعرفتك محدودة، إرادتك محدودة، وقدرتك كمان محدودة. هتقول لي اثبت لي إن كل ده محدود. هثبت لك، حاضر. نبتدي بالقدرة، وما تخافش مش هقول لك ارفع جبل والجو ده. انت بالنسبه لنا لسه مش اكتر من كائن مفكر، فانا هختبرك في الحته دي بس. التفكير، عايزك تتخيل معايا مربع، ضلع 2 3 و4. حلو. طب شكل خماسي 1 2 3 4 5. سهله. قادر تشوف الخمس اضلاع الوهميين دول قدامك كانهم موجودين، صح؟ طيب لو قلت لك تخيل شكل فيه 1000 ضلع. بص، حتى لو كنت دكتور في كليه هندسه استحاله تقدر تتخيل ال1000 ضلع كلهم في وقت واحد زي ما تخيلت الشكل الخماسي كده. هو استحاله اصلا تقدر تتخيل اي حاجه بصورتها الكامله. يعني تقدر تتخيل دايره فيها عدد لا نهائي من النقط بالظبط. ودي برضو نقطه شاور عليها افلاطون في نظريه القوالب، لما قال لك ان كل الحاجات اللي احنا بنشوفها دي هي نسخ رديئه لنماذج مثاليه. دلوقتي احنا اثبتنا انك قادر، بس يعني مش قادر قوي، في حاجات بتعجز عنها، وعجزك الحتمي ده بيخليك كمان حتمي في نقطة الحكمة. فانت عندك حكمة بس يعني مش كاملة، معرفتك مش كاملة، وإرادتك نفسها ما هياش كاملة، ده انت مش عارف انت عايز ايه. فهنستنتج وبكل بساطة ان انت عندك نقص. اهدى والله ما بشتمك، بس انت فعلا مش كامل. هنرميك يعني، وهو ده مربط الفرس. طبعا بعد ما اثبتنا محدوديتك فده معناه ان انت ليك اول واخر، ودي قاعدة تانية. اي حاجة محدودة او بمعنى تاني ليها حدود فهي ليها اول واخر، لاني دايما ممكن اديها اضافه. فاهم قصدي؟ يعني مثلا تخيل اكبر رقم جه في دماغك، 100 مليون يا عم. 100 مليون ممكن يبقى قمه الكمال بالنسبه لك، ضيف له بقى واحد كده بقى 100 مليار وواحد، بقى اكثر كمالا. فهمت؟ فانت كمان كائن مفكر، بس انت ممكن تبقى اكمل بانك تكون بتفكر وبتتكلم وبتاثر مثلا يعني، وهكذا. فكده انت محدود يعني ليك حدود، ولازم الحدود دي منطقيا يكون ليها حد البدايه وحد النهايه. فانت ليك بدايه، وهنا هنسأل سؤال مهم. لو انت ليك بداية فانت جيت منين؟ طب ليه الأسئلة دي؟ طيب جبت نفسي يا عم، انا اوجدت نفسي. غلط، ده ما ينفعش. انت ما اوجدتش نفسك، لاننا قلنا قبل كده ان اي حدث لازم له محدث. مفيش دخان من غير نار، ولازم الحداد عشان يبقى فيه مسمار. فاكر؟ ولا انت بتنسى؟ هتقول لي انا مش حدث يا عم، انا كائن مفكر. هقول لك حلو، انت كائن مفكر لكن محدود، صح؟ مش احنا لسه قايلين كده؟ ومحدود يعني حتما لازم لك بداية ونهاية، صح؟ وطالما ليك بداية تبقى حادثة، ولازم لك محدث، حاجة خلتك تبتدي. فاهم حاجة؟ تاني، احنا قلنا انك مش كل الحكمة، يعني محدود، ومحدود يعني ليك اول واخر، وطالما ليك اول تبقى حادث، ومفيش حادث من غير محدث. طب يا عم المحدث ده امي وابويا، حلو كده؟ ايوه كده، اشتغل معايا. الله، كده احنا اثبتنا وجود الحج والحجة. مبروك، انت مش لوحدك في الدنيا دي. لكن بقى دلوقتي عندنا مشكلة تانية، مين اللي احدثهم؟ ايه ده؟ هنا لازم نشوف سبب وجودهم، وسبب السبب، وسبب سبب السبب، وسبب سبب السبب بتاع السبب.
فاهم حاجه؟ فكده هيبقى عندنا احتمال من 2، وخلينا نبص على الاولاني. الاحتمال الاول بيقول ان احنا هنفضل نرجع لاسباب الاسباب بشكل غير نهائي، سلسله لا نهائيه من الاسباب والمسببين ما بتنتهيش. حلو قوي؟ مش حلو خالص، لان ده منطقيا مستحيل. ليه يا عم؟ ليه؟ تخيل معايا واحد محكوم عليه بالاعدام، وعشان يتحكم عليه لازم الضابط الف يمضي على القرار، بس الضابط الف ما ينفعش يمضي من غير موافقه الضابط ب، الضابط ب بقى ما ينفعش يوافق من غير امضه الضابط ج، وج بقى ما ينفعش. انت شايف احنا رايحين فين؟ احنا لو فضلنا نجري في التسلسل ده فالراجل ده عمره ما هيتعدم. فهمت؟ نفس الفكره هنا، لو فضلنا على التسلسل ده فمفيش اي حدث هيحصل في الكون، لان كل حدث مستني حدث قبليه في التسلسل ده، كل سبب مستني سبب، وكل ضابط مستني موافقه الضابط اللي فوقه، فالراجل ده ما اتخلقش، قصدي ما اتعدمش ولا عمره هيتعدم. وعشان الاخ ده يتعدم لازم التسلسل اللانهائي ده ينتهي، يعني عشان انت تتوجد لازم التسلسل غير النهائي ده يبقى له اخر، والا كل الاسباب دي هتفضل مستنيه الموافقه العليا واللي عمرها ما هتيجي. طيب لو التسلسل النهائي ده ما هواش منطقي يبقى ما قدامناش غير حل واحد للمشكله دي، اننا نقطع السلسله دي بموافقه ضابط مش مستني موافقه حد، ولو الامر الاول والنهائي في التنفيذ، يعني وجود سبب اول لكل حاجه والسبب ده ملوش مسبب. طب يا عمرو ما احنا كده بقينا في مشكله اكبر، ده كده جه من العدم وده ما ينفعش. لا انا ما قلتش جه من العدم، انا ما قلتش انه جه اصلا، هو ما جاش، هو اساسا هنا وكان هنا وهيفضل هنا. لا ده لازم يبقى هنا، لان اي احتماليه تانية مخالفه للكلام ده اللي هو كونه ظهر فجاه مثلا هتخليه له بدايه يعني محدود، وساعتها هنحتاج له مسبب تاني لانه محدود، والمسبب التاني ده لازم لا يكون له بدايه ولا نهايه. برضه تسميه بقى يسوع، تسميه يهوه، تسميه زي ما تسميه، ده مش موضوعنا، هو لازم يبقى موجود وما ينفعش يبقى له بدايه او نهايه، كائن مطلق كامل بالكليه، واي اضافه ليه ما بتزودش في قيمته ولو 1 على مليار، انفينيتي. وصلت؟ يجي لي واحد دلوقتي ويقول لي وليه ما نفترضش ان الكون هو المسبب الاول بدل ما انت بتقول لي اله؟ مش دي احتماليه اسهل برضو؟ حلو، يعجبني انك فكرت في النقطه دي، بس انت بقى تقصد انهي كون؟ كون المرئي بتاعنا اللي اتكلمنا عليه في اول حلقه اللي له حدود وبدايه ونهايه حسب قوانين الفيزياء ونقدر نقيسه، ولا تقصد مفهوم اشمل واوسع للكون؟ لو تقصد مفهوم اشمل واوسع لكل لا نهائي بيحتوي الكون بتاعنا ده فانت رجعت برضو لاول نقطه، وساعتها مش هيبقى كون ومش هيبقى مادي. عايز تسميه كون سميه، بس انا كده كده هاجي في اخر الحلقه دي واحط التسميه بتاعتي بناء على استنتاجات تانية، لان حتى مفهوم الكون الازلي اللي بتتكلم عليه ده فيه مشاكل كتير مع الكماليه، وبشكل حتمي هينتابه نقصان، فمش هيبقى ازلي. مش هيبقى ازلي ليه يعني؟ هرد على سؤالك بسؤال تاني، لو الكيان اللي وصلنا له ده كامل هينفع ما يبقاش مستقر؟ هينفع تحصل له تغيرات او اي حاجه عارضه، ولا لازم يبقى ثابت؟ بالظبط لازم يكون ثابت ما بيتغيرش فيه حاجه، والا ما يبقاش كامل، والا بقى ساعتها لو اتغيرت فيه حاجه هنقول كان كامل ونقص او كان ناقص وكمل. فلازم يكون ثابت ما بيتغيرش فيه مثقال ذره، لا بيزيد ولا بينقص. راجع معايا بقى، انت كائن مفكر ينتابك النقصان والعجز، يعني ليك حدود اول واخر، وطالما ليك اول واخر يبقى لك بدايه، وطالما ليك بدايه يبقى ليك مسبب، والمسبب ده لازم له مسبب تاني، وكل المسببات دي لازم لها مسبب نهائي كامل ما بينتابوش نقصان ولا في حاجه بتطرأ عليه او بتتغير فيه، مفيش، لانه اوريدي كامل. صح كده؟ بقيه الاستنتاجات بقى هنشوفها في الحلقات الجايه، فتاكد انك تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان تشوف الحلقات الجايه اول ما تنزل. بس كده، انا عمرو جميل وده على الورق. سلام عليكم.